كيقولوا الثقه في الله وفي رجليك. وانا دائما كنقول لكم كنحكيو هاد القصص ماشي باش نتوسوسو، ماشي باش نخافوا، انما باش نبقاو نحضيو رصاننا ونحضيو وليداتنا ونحضيو جنابنا ونحلو عينينا لشي حوايج كيبانوا عاديين ولكن هما ماشي عاديين. كنفهمهم روطا بعد ما تكون الدعوه طافرت وخطاك غارس في مارس. غادي نقولوا بسم الله على بركه الله، غادي نسمعوا القصه حتى النهايه وغادي نحاولوا ما نصدموش. ركزوا معايا الله يجازيكم بخير، ونحاولوا ما نصدموش، نحضيو وليداتنا، نحضيو راسنا، ونحضيو مع القريب ومع البعيد. غادي نمشيو اليوم لواحد الدوار في النواحي ديال طنجة. كانوا جايين فواحد الطريق عندهم كما نقولوا ناسيونال، ومنها متفرعين الدواور. من هنا تلقى على اليمين ديالها شي مخطرات واحد، تمشي شويه تلقى على اليسار دوار اخر. انت غادي وهما كل واحد كيبدي يبني في البلاد ديالو، هو خوتو ولاد عمو حتى يوليو دوار. فهكذا كان بكري العمران او العمار في الاراضي كيتم، والعائلات كيتزادوا والبيوت كتزاد. غادي يكون واحد السيد راعي كيرعى البهايم ديالو، كتمشي ليه لواحد الجهه مرمي فيها شي عواد، كيمشي لدوك العواد باش يرد دوك الغنم ديالو. وهو يشوف هنا واحد المنظر اللي غادي يفشلو الركابي، غادي يبغي يسكت له القلب، غادي يتخلع ما يعرف باش تبلى. غادي يلقى واحد الدري عنده 12 عام، لسانه خارج وعينيه مفتوحين ومليوح في الارض. هو هنا من شاف داك الشيء وما عرف باش تبلى واش هاد الشيء هذا، شاف هكا حل فمو الفيقه والفيق ولا وسميتو المكنه اللي تمكنها، غادي يعطيها 160. فين يعطيها القهوه لانه في داك الدوار. غادي ويزوق كديك لا سيران كديك لومبيلونس من تشد تنقل المريض. غادي ويرعرع ما فاهمين به والو، ماشي يوصل ديك القهوه يرجف والنفس ديالو مقطوع وما قادش يقول جمله مفيده. وهما هنا تدوروا عليه، مالك فلان اش كاين؟ ما نفهمش ما نفرسش الهضره. شي واحد بيهم فهم ونجب له مسكين شربه ديال الماء وقعدوا وبقى عليه بسم الله بسم الله، غير بشويه عليك رد النفس ديالك، شرب مويها انت في عار الله. عادوا السيد ولات فيه العمر، قال لهم البلاصه الفلانيه راه تما واحد الدري طايح، راني شفتو، مشيت نجيب الغنيمات ديالي والمعيزات وانا شفتو. قال لهم راه حالته، قال لهم تخلع. المقدم كان تا هو دوك الناس اللي في القهوه، قال ليه فين؟ قال ليه ها فين. عيط للداراك مع هو المقدم اللي عيط لهم، قال لهم مكان هما جاو. مين غادي يجيو غادي يلقاو الدري فعلا طايح هكاك، ما عليه اثار، ما عليه حتى حاجه، من غير انهم استنتجوا ان هذا مخنوق. ولكن غادي يديروا الاجراءات ديالهم، غادي ينشطوا داك مسرح الجريمه واخا الناس تجوقت، وغادي يبداو البحث ديالهم. هو غادي يصيفطوا لمستودع الاموات، وهما غادي يبداو يسولوا داك الناس واش تعرفوه ولا ما تعرفوهش. كلشي قالوا ما نعرفوهش، وما عارفين بلي داك الدوار الا دخل فيه شي واحد هاك ولا هاك راهم غادي يقشعوا وغادي يعرفوا حتى يعرفوا بعضياتهم. غادي هما يوليو يديروا الاجراءات ديالهم وغادي يوليو المركز ديالهم. هما المركز تاع الدرك الملكي، لا بريغاد ديالو كتكون مسؤوله على ماشي دوار غير واحد، يكونوا دواور. وحنا كما قلنا هنايا راهم دوار حدا دوار. الدري باينه بلي صغير وقاصر، اذا هذا محاش عنده لاكارت، محاش غادي يلقاو البصمات ديالو. غادي يوليو يشوفوه في دوك البحث لفائده العائله. غادي يلقاو فعلا واحد البحث، يلا هذه يومين باللي دار واحد العائله كتقلب على وليدها اللي عنده شي 12 عام، وجايبين حتى التصويره ديالو. هما كما قلنا من يديروا البحث يا اما يعطيو الرقم ديال لاكارت، يا اما يعطيو سميتو باش شنو كان لابس، يا اما يعطيو التصاور ديالو، واش فقط كيعطيوهم كاع من يكونوا متوفرين. فهنايا غادي يقارنوا ما بين الصور اللي هما خداوهم وما بين الصور تاع الضحيه، وغادي فعلا يكتشفوا انه هو هما راهم داوه مستودع الاموات، وغادي يستنوا التقرير تاع الطب الشرعي. وغادي هنا يكونتاكتيو هذيك العائله اللي دارت البحث، غادي يقولوا الله يجازيكم بخير، غادي تجيو معنا لمستودع الاموات
باش تتعرفوا واش هذا ولدكم ولا ماشي ولدكم. داروا الاجراءات، الامين لا يحط شي واحد في بلاصتها، عرفت ولدها، وما غاديش نحكيو حنا على المنوحه اللي دارتها وعلى الخلعه اللي جاتها. وحنا قلناهاش لا من مرات مختصر الانسان كاين اللي كيسكت له القلب في مره يموت ديك الخلعه، كاين اللي مسكين كيقعد ايامات يغوض من مورا داك ولدو ولا بنتو اللي ماتلو وحتى هو كيموت. وكاين اللي يلطمو سكر، وكاين كل واحد والصبر ديالو، وكاين اللي ما يبكي ما يزكي ما يغوض في ديك اللحظه، ولكن مسكين تبقى ديك الكيال داخل تاكلو بحال المرض الخبيث تتقضي عليه. المهم هنا الماين ديالو عرفاتو قالوا لها غادي تصبري حتى نديرو التشريح الطبي ونعطيو لك وليدك تدفنيه. فعلا استناو التقرير تاع الطب الشرعي، وجا داك التقرير قال لهم الولد ما مقبوش، الولد ما مغتصبينه، الولد ما فيه تضربه، الولد جيفوه وقتلوه. وفعلا داك النهار اللي الوالدين داروا فيه البلاغ داك هو النهار اللي مات فيه، وجابوه ولحوه هنايا. ايوا هنايا واش غادي نقول لكم، كاع الناس تعاطفوا مع ديك الماين، وكاع الناس جاو يعاونوا في داك العزا، وكاع الناس اجتمعوا، وكاع الناس بكاو. لي جندارم في هاد والبوليس في هاد الحالات ديال القتل كيكون واحد منهم سيفيل كيكون في وسط داك العزا كيسمع الناس وشنو يقولوا، وكيكون واحد منهم في وسط دوك الدفانه لابس سيفيل باش يعرف، حيت الناس بيناتهم كيكونوا يهضروا وهما كيركزوا ديك الهضره وكيعرفوا ما وراء الكلمات، يكونوا منتبهين. فعلا واحد من دوك الجدارميه كان تما في الاخر، كان تما في الوفاه في الدفينه، ومن بعد بقى غادي جاي على مع العزايه. ماركو عارفين العزا حنا المغاربه الغالبيه ما كيديروش غير نهار، كيديروا ايامات. وهنايا ملي بقى يضرب مع صحابو على الملاحظات اللي خداهم، قال لهم ودي خذ هذاك الضحيه وحده واقفه غير على برا مع الباش وما كتبكيش، وحده مخشيه في الكوزينه، ولكن بجوجهم بانوا ليا مرعوبين اكثر مما كيبكيو كيما امهم وباهم. باهم وامهم قالعين قلبهم، وهما لا، هما فيهم العلامات ديال الخوف. ايوا هنايا هما من الخبره ديالهم وبالنظره ديالهم غادي يستدعيو دوك الجوج بنات ويجيبوهم عندهم للتحقيق. وحده عندها 18 عام، وحده عندها 16 عام وشي حاجه داخله في 17. شدوهم فرزوهم على بعضياتهم وبداو يحققوا معهم. قالوا ليهم كل وحده بوحدها اش داكي لهاد الشيء، علاش درتي هاد الشيء، اش داكي تغرقي راسك، اش داكي كدا. قبحتوا بهم بهاد الطريقه، وفي خبارنا كل شيء، وسهل على راسك وتعاوني. ايوا هنا هذيك الصغيره هي الاولانيه غادي تبدي تسرسر لهم، غتبدي تقرر لهم. وهنايا اللي ما دارش اللايك يمشي يديرو، واللي ما دارش الكومونتير وعرف شكون قتل هاد الدري يمشي يديرو، واللي ما دارهمش اش غادي نقول ليه، انت بحال هذاك البخيل اللي حكينا عليه من قبل، قرزاز وسقرام حتى في اللايك حتى في البصمه ديالك. ما عليناش، الناس الزوينه هي اللي غادي دير هاد الشيء، والناس اللي النفس ديالها طيبه وكتبغي تعاون في سبيل الله هما اللي غادي يديروا لنا التعليق ويديروا لنا لا الكومونتيرات. الا شتي راسك ما درتيهمش وما درتيش الابوني، عارف راسك باللي عندك النفس الاماره بالسوء، ما كتبغيش الخير لخوتك. نيري على تقري ما فيك. انا رجعوا القصه ياكم باش ما نطولش عليكم. هنايا قلنا الجدارميه بداو يبحثوا مع الخواتات، هما عندهم طريقه خاصه في البحث، يخليوك تقرب له لا يطريه لك، حيت عندهم النظره وعندهم الخبره وكيعرفوا وكيشوفوا كل شيء. شدوا دوك الخواتات بقاو يقولوا لهم بحال هما المجرمات، اش داكم وردوا راسكم وغرقتوا راسكم وعلاش بيكم. وهنا كما قلنا الاخت الصغرى هي اللي غادي تبدي وتقول لا انا قلت لهم ما ديروش هذا الشيء، هما اللي داروه، انا قلت لهم خطيكم، هما ما سمعوش كلامي. هما شكون هما؟ خاصك تقولي لنا باش تخفي على راسك، نحنا عارفينهم ولكن انت خاصك تقولي.
قالت لهم خالي واختي، فدوة وخالي. قال كيفاش داروا الولد؟ قالت لهم خويا مولف يلعب في وسط الدار لتحت، وهما وبا من يخرجوا خالي خطرات وسامها المصيبه الكحله. خالي شم خطرات كيدير داك الشيء معايا وشفت كيديروا مع اختي. هذاك الشيء قالت لهم كيديروا معنا بزز علينا. شو هو داك الشيء؟ كيديرنا داك الشيء. قلت لهم داك الشيء اللي ما خصش ما تعرفوا، ولو كان حتى نقولوها لماما غاديش تثيق بينا. فوقاش كان كيدير معكم هذا الشيء؟ قلت لهم هذه 3 سنين قريب 4 سنين. 3 سنين 4 سنين وما قلتيها لا لامك لا لباك؟ كيقولنا لا قلتوها لهم غادي نقتلكم، غادي ننكر وغادي نقتلكم. ايوا خطرات كيشد اختي وشفتت كيشدني انايا، وقلت لهم حنا نخافوا نقولوها لما ولبا. ايوا زيدي كملي. قالت لهم داك النهار قلت لهم خويا حسب لنا خرج يتسخر وهو ما مولفش. قلت لهم يطلع الفوق. قلت لهم داري يجلس غير لتحت، حنا كنا كنطلعوا الفوق ونديروا داكشي. قلت لهم بداك الشيء الله يستر يا ربي الله يستر. المهم نتوما راكم فاهمين شنو هو داك الشيء. ايوا قلت لهم وخويا تسلت طلع ما سمعناش. قلت لهم لقى خالي ما لابسش ولقى اختي ما لابساش. قلت لهم هو يبدي يحيح والله تنقولها لما والله تنقولها لبا والله. قلت لهم انا كنت حدا الباب واقفه كان مع اختي داك النهار. قلت لهم كان يدير داك الشيء. قلت لهم ماشي معايا. قلت لهم قلت لهم خالي قالنا سكتوا نتوما سكتوا انا غادي نتفاهم معاه. قلت لهم انا سكت وهو قلت لهم طمر واحد الشال تاع اختي وشدو وبدا يجيف. قلت لهم يجيف فيه. قلت لهم جيفوه هو واختي. قلت لهم انا قلت لهم ما تجيفوش طلقوا عليكم خويا وما قالوا لي نزيدوك معاه. قلت لهم جيفوه هو واختي. قلت لهم انا والله ما بغيت، انا ما بغيتش ندير داك الشيء معاهم، هما اللي داروا داك الشيء. ايوا هنا خداو الاقوال ديالها ومشاو يجيبوا السي خالها هذا اللي خاصو يحضي بنات اختو. سا هو اللي طمع فيهم، سا هو اللي استغلهم سنوات وهم ما عيقاش وما عابياش وما منتبهاش. كيمارس مع هادي وكيمارس مع هادي وامهم حاسبه راسها مخلياهم مع سبع ساهي مخلياهم مع ديب. ايوا غادي يجيبوا البنت الكبيره غادي يسولوها مزيان يبحثوها. غادي تعترف تقول لهم راه طمس الشال ديالي هو اللي جيف وانا ما جيفتوش، انا غير مشيت نحيد له خويا ومشيت نشدو هكا عليه والساعه هو قلت لهم استغل ديك الوضعيه انني شاده الدري وزاد خنقو مزيان. قلت لهم وقالنا تسكتوا وانا غادي نمشي نجيب البيكاب. قلت لهم كانت وقت الظهر. قلت لهم حتى واحد ما كاين الناس كاع ناعسه في ديورها وحطوا في البيكاب وداه رماها على برا. علاش الناس في الدواور الا ديالهم ولا فين لقاو قال لهم اودي راه حتى واحد ما جا براني مرمي يعرفوا بنادم البراني من يدخل عندهم. ايوا هي هذيك جيبوا لنا مولاي السلطان، جيبوا لنا الباندي الكبير اللي راه داير غزوه في بنات اختو وما قدوه زاد ولد اختو. والمصيبه دوك الجدرميه فاش بقاو مخلوعين وما شافوه في الجنازه هو مفقوع هو واحد خوه اخر كيبكي ودموع قلبهم على ولد خوتهم اللي مات مغدور وكيردحوا وكينوحوا ودايرين سميتو دايرين العيد والجديد. ايوا جابوه قالوا له نتايا الشيطان يجيب الورقه والستيلو ويتعلم منك كاع هادشي يخرج منك. قال لهم شنو كاين سيدي؟ قالوا له غاش تضحك علينا انت ضحكتك على القبيله وبقيت قدامها وتيقناك وغادي درك تزيد تضحك علينا. الشريف نض قاعد على سلامتك بنات اختك راهم اعترفوا وراهم قروا 3 سنين 4 سنين وانت كتغتصب فيهم وانت كتحرش بيهم. ما حشمت ما راعيت ما خفت من ربي ما خفت على اختك ما خفت قال لهم انايا
قال لهم انا ما كنتش ناوي هادشي يوصل لهادشي. قال لهم انايا ما بغيتوش يغوت، غير ما بغيتوش يغوت. با راه ما يسوى ما يصلح، ولا كتب خبر هادشي وهذا يدفني في قبري وانا حي. قال لهم با ما يسوى ما يصلح، راني عارف راجل اختي كي داير، وما يسوى ما يصلح، وانت يا رجل الايمان والتقوى. ودي قال لهم وانا غير مشيت نسكتو، انا غير مشيت نسكتو ومبغاش يسكت، بقى يتنطر وبقى يتبنضض، انا غير مشيت نسكتو وما مبغاش يسكت ليا وبقى يدور يعضني. قال لهم شديت داك الشال باش نسكتو. قال لهم حتى سكت ليا في يدي، ما كنتش ناوي نقتلو. انايا راه هو اللي طلع في ديك الدقيقه الخطا. قال لهم انا دائما كنت كنجلس مع خواتاتو، عمره ما طرالنا هذا المشكل هذا. وشوف شوفوا الديب، شوفوا الباند اللي في الدار دخلت اختو ومأمنته على بناتها وعلى ولدها. هانتوما قالك خاف راجل اختو قتلوا ولده ومغتصبوا بناته. الله يستر يا رب، الله يعفو، لا يطيحنا مع هذا النوع هذا. ايوا هي هذيك، خداو الاعترافات ديالو هنايا وقدموه لسميتو، قدموه للمحاكمه، مثل الجريمه هو ودوك البنات. هو حكموا عليه بالمؤبد، والبنت الكبيره 20 عام، وديك الصغيره كانت باقا قاصر، خدات 10 سنين. ايوا ديك المواين لا يحط شي واحد في بلاصتها. الولد تقتل، البنات زوج تحبسوا، الخو ما خرج خو، عاشت حياتها كامله ما تهضر ما تكلم. فضيحتها ولات في كل شي الدواور. كانت خدامه هي في التعاونيه، كتدور تعيشهم نقيين ومحترمين وتوفر لهم اللي كتب الله هي وباهم. ها هما هو جا خوها من تحت لتحت، ها هو دالها كلشي، كاع اللي تعباتو في حياتها ها هو خسروا لها. الولد ربات فيه 12 عام وتسنى تكبروا باش يهز عليها الحمل، ها هو رزعها فيه. البنات تحرش بهم وضيعهم في حياتهم، وزاد كمل عليهم بالحباسات. وحدة 20 عام وحدة 10 سنين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. القصة ديالنا سالات، ولكن الجرائم ما كيساليوش، ولا 11 مرات راه كيغلب القضاء. ووليداتكم ولفوهم يحكيو لكم الا توشاهم شي واحد، الا دار لهم شي حاجه، شي واحد يقول لكم وما يخافوش منكم وتيقوهم. واخا يكونوا كذابين، دوك الوليدات يكونوا صغيورين، شي وليدات الصغار شي مرات كيكذبوا، واخا كيكون يكذب تيقوا سيدي، تيقوا وحميه. غير اللي يكبر ديك الساعه يكون هو مسؤول على الحمايه ديال نفسه. نقول لكم بسلام عليكم، ونشكركم بزاف على المشاهده ديالكم، والله يرحمكم الوالدين، ومرحبا بكم في العائله ديالنا. ونتلقاو في قصه جديده غدا ان شاء الله، الى ربي يحيانا وربي يعطينا الصحه. في امان الله وحفظه.